مرحبا أصدقائي من جديد، فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم سبورت إكستريم. مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب البرازيلي. صراحة الشارع المغربي ينتظر فارغ من الصبر هذه المباراة اللي غادي تقام إن شاء الله يوم السبت على الساعة 11 بتوقيت المغربي. الإعلام التونسي بعد مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب النرويجي والأداء الرائع اللي قدمه المنتخب الوطني، وخاصة خلال الشوط الأول التعادل، انتهت المباراة بتعادل بواحد واحد. الاعلام التونسي كيهضر على مباراه وكيرشح المنتخب الوطني المغربي انه يقدم اداء اكثر من رائع امام المنتخب البرازيلي في اولى مباريات المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم. ما نطولش عليكم اختي العزاز، ما خرجش عليكم مراحل، خليكم تسمعوا شنو قال الاعلام التونسي حول مباراه المغرب امام البرازيل. ليتس فرجه ممتعه على بركه الله. فرجت البارح في الماتش وكان ماتش ممتاز جدا، على الاقل في شوطه الاول المنتخب المغربي اللي كان ينجم يكمل الشوط ب 3-0. فما اكسيون لازم يشوفها مروان. ممتازه جدا، تخدمت على اليمين من اشرف حكيمي. ابراهيم دياز لعب كره في العمق، كان مان تو مان زلزولي ضرب كره بكامل ساقه، لكن للاسف ما دخلتش للكاج نتاع منتخب النرويج واللي يكون هدف اسطوري. وسط الميدان عندنا بوعدي، لاعب ممتاز جدا الاولاد. البارح انا مبهر جدا بهذا اللاعب، يعني رمانه وسط الميدان. لاعب مغرب ايتي اسكتلندا. مروان ما زلت شاد صحيح انه المغرب باش تفوز على البرازيل الساحه لغيرهم والناس الكل تنجم تمركي. انا اشرف حكيمي نجم يمركي، المدافعين يطلعوا ويسجلوا. العيناوي زاد، ولو انه واعتبروا العالم الكل ريفيلاسيون تاع مونديال قطر 2022. نذكروا حتى الاطراء من لويس انريكي في اللاعب هذاك. عمل ماتش جيد ضد المغرب، لكن المغرب كانت ممتازه جدا للامانه. صحيح المنتخب اللي شاركوا في الكور دو موند الاخيره احسن بلوك واقوى بلوك كان بلوك المنتخب المغربي. ما اهلا وسهلا بكم. كنا تفرجنا البارح على المغرب ضد منتخب محترم جدا وهو منتخب النرويجي، اللي طبعا الناس ترى منه انه نجم يكون واحد من بين الافضل. النرويج زاده منتظر انها تكون منتخب مفاجئ في هذا المونديال بالنظر المسيره اللي عملها في التصفيات. عمل ماتش جيد ضد المغرب، لكن المغرب كانت ممتازه جدا للامانه. صحيح المنتخب النرويجي ساعه مرشح كأحد المنتخبات القويه للمنافسه في كأس العالم هذه. ما نقولش انه مرشح للقب، لكن بوتيتر نحكيو على افضل جينيراسيون في تاريخ النرويج. النرويج عندها سنوات ما شاركتش في المونديال، عندها سنوات من جينيراسيون تاع جون كارو وبيرغ وفلو جماعة كوما معناها كانت غايبة. دونك اليوم النرويج افيك اون نوفيل جينيراسيون. نساوش في التصفيات كيفاش ازاحت ايطاليا وكيفاش تصدرت المجموعة وفازت ذهابا وايابا على ايطاليا وبنتائج عريضة. في المباريات الودية فازت على السويد منذ تقريبا اسبوع 3-1. البارح عملت مباراة ند لند ضد المغرب وفات بالتعادل 1-1. تلعب في نعتبر أن مجموعة الموت في الكوب دي موند هي أصعب مجموعة حسب رأيي، اللي فيها النرويج وفرنسا والسنغال ولو بوتي بوسي العراق. القرعة للأسف ما أنصفتش المنتخب العراقي وحطته نعتبر في أصعب مجموعة ممكنة. بطبيعة الحال النرويج عندها لي زارغومون نتاعها ضد المنتخبات هذه، ونتصور أنها إذا كان الأمور تمشي كما على أحسن ما يرام تتأهل معناها فاسيلمون للدور الثاني وتنجم حتى تمشي لبعيد. بالنسبه للمغرب قلت لك يعني بالنسبه لي لو فافوري دو جروب. محمد وهبي اللي عوض الركراكي المدرب المتكون في بلجيكا، سبق له ان درب الاو 20 والاو 23. مع ركراكي الفريق كان واضح، كان تنظيم دفاعي محكم برشا ريغور التالي، مع اعطاء جانب هيك هامش من الحريه للخط الامامي، بلوك ميديان وبرشا انتنسيتي. مع محمد وهبي فما رغبة أنه الفريق يمشي أكثر لقدام، فما رغبة أنه الفريق يسيطر أكثر على المنافسين متاعه، يحاول يستغل أكثر الأطراف وعرض الملعب. لزاتو ليزانغريديون الكل موجودين. أشرف حكيمي، إبراهيم دياز على الجهة اليمنى، لي كومبينيزون اللي يصيروا في الجهة هذيك ينجموا يصنعوا ويخلقوا خطر ويقلقوا أي منافس. للأسف المنتخب البارح خسر الزلزولي، خسر عبد الصمد الزلزولي رسميا خارج المونديال. معناها كيف كان معناها انا تو كبير برشا القدام. سايبري لما زال دوبصاح في بايرن، معناها البارح شفناه في وضعيه مع انفو اتاكون. معناها البارح من غير
ان نوف كلاسيك هبط وهبي. عز الدين وناحي بين الخطوط جوار نعتبره واعتبروا العالم الكل ريفيلاسيون نتاع مونديال قطر 2022. نذكروا حتى الاطراء من لويس انريكي في اللاعب هذاك. اللاعب صحيح عرف مواسم صعيبه مع مارسيل ومع باناثينايكوس، لكن اليوم ولد من جديد مع جيرونا. صح. وقدم كيف موسم الزلزولي زاد سنة كيف مع بكيس. القدام بون احنا تو شفنا وهبي مباراة البارح ما عولش على ان نوف كلاسيك. ابري عنده شوا زاد في واحد من اثنين، سواء الكعبي سواء نصيري. جو بونس انه الكعبي اذا كانك تحب تكون رحيمي مش نصيري. رحيمي بوتيتر الكعبي سي ان اتاكون اوبورتونيست فينيسور اكثر. لكن البارح زاد شفنا انه منتخب حتى افيك ان فو نيميرو 9 منتخب يقعد عنده دي زارغومون، ومنتخب يقعد عنده برشا كاليتي القدام، ومنتخب انه يعول على الملاعبيه اللي يديبلوكي ويصنعوا المساحه لغيرهم، والناس الكل تنجم تمركي. انا اشرف حكيمي نجم يمركي، المدافعين يطلعوا ويسجلوا. العيناوي زاد ولو انه هو وسط ميدان دفاع ويكوفري حتى على الجهه اليمين كي يطلع حكيمي، لكن زاد تلقاه يقدم القدام ويشوت ويساهم زاد في الانتقال من الدفاع الى الهجوم. دونك يقعد ديما منتخب عنده دي زارغومون ودي زاتو كبار. واضح. نعطيكم فكره على ال11 اللي بداوا البارح من عند وهبي. في الكاج كان ياسين بونو، حكيمي لعب على اليمين، نصير مزراوي لعب على اليسار، لكن خرج مصاب. يبدو ان اصابته ما تنجمش تحرمه من المونديال بور لانستون، في انتظار تقارير طبيه. على الشيره اليمين قلنا حكيمي، على الشيره اليسار مزراوي. في الشارنير سنترال انا مبهر جدا بعيسى ديوب، لاعب ممتاز جدا، تعزيز جديد اعطاه ستابيليتي كبيره لخط وسط دفاع المنتخب المغربي. بجنبه كان شكون الولاد بجنبه؟ كان شادي رياض زاد عمل مباراة ممتازة جدا. وفي وسط الميدان عندنا أوناحي، ثم اسماعيل صيباري، دياز، زلزولي، ونائل عناوي اللي زاد عمل كان ممتازة جدا. ينجم زاد يأكد الكان ذيكي مرة أخرى، لاعب جيد جدا. نعرفوا أنه الإصابة متاع مزراوي حتى ما خروجه دخول بالعمري لاعب الأهلي المصري، تشكيله كامله اللي نادالها وهبي تنجم تتبدل على مرتين. زلزولي رسميا خارج المونديال. نعطيكم القائمه: بونو في الكاج، القجوي من نهضه بركان، تيغناوتي من فريق الجيش الملكي المغربي، وفي الدفاع اشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب فولام، صلاح الدين بي اس في، بالعمري الاهلي المصري، نايف اجرد مارسي. داير نايف اجرد لاعب من ناقص برشا على مستوى المشاركه هذا العام بعد الاصابه اللي تعرض لها وسط الموسم وعمل عمليه جراحيه. نفس المشكل بعض اللاعبين التوانسه كيما مثلا ديلان برون. شادي رياض كريستال بالاس، لاعب هذا اضافه كبيره برشا للمنتخب المغربي للامانه، وتوج مؤخرا طبعا مع هذا الفريق. الوحدي جينك. في وسط الميدان عندنا